أهلا بيكم. النهاردة معانا فيلم في قمة الجمال والرومانسية، بيتكلم عن السفر عبر الزمن من خلال سونج اللي بيكتشف انه هيحب واحدة اسمها كيم كمان سنتين، وبيعرف انها بتحب شخص تاني غيره، فبيقرر انه يساعدها علشان ترجع لحبيبها اللي قرر يسافر ويبعد عن البلد. بس يا ترى ايه رد فعل كيم لما تعرف انها هتحب سونج كمان سنتين؟ هل هتصدقه لما يحكي لها حكايته ولا هتعتبره مجنون؟ كل ده واكتر هنعرفه مع فيلمنا، ويلا بينا نبدأ على طول. بيبدأ فيلمنا سنة 1999 في بيت منعزل وبعيد على البحر. بنشوف البنت كيم قاعدة بتكتب آخر رسالة ليها قبل ما تمشي من البيت، وبعد ما بتحمل كل حاجة على عربية الشحن بتحط رسالتها في صندوق البريد وبتسيب البيت وتمشي. من ناحية تانية وبشكل متزامن بنشوف شخص تاني عايش في نفس البيت اللي كيم كانت عايشة فيه، واسمه بيكون سونج. والمية اللي موجودة في البحيرة بتكون جفت، والأرض اللي تحت البيت بتبدأ تشقق بسبب قلة المية. وبنشوف سونج بيخرج بره البيت وبيحط خشبة كبيرة قصاد البيت وبيسميها المير، وهي كلمة معناها البحر. بيدخل سونج للبيت وبيتصل بالشخص اللي أجر له البيت، فبيشكره لأن البيت تصميمه مختلف وفريد من نوعه. بننتقل لكيم وبتصحى بسرعة تجهز نفسها علشان بتكون متأخرة على شغلها، وبنعرف إنها عايشة في بيت وسط المدينة علشان تكون قريبة من مكان الشغل بتاعها، وبنعرف إنها شغالة في الإذاعة في مهنة الدوبلاج. في اليوم ده بيكون بداية عيد الميلاد المجيد. المدينة كلها بتحتفل بعيد الميلاد، والشوارع بتبقى مليانة بالأفراح، والشجر منور في كل مكان، وكيم بتتحرك وسط الناس وهي بتتفرج على أضواء المدينة المبهرة. بنروح للبيت اللي على البحر وبنشوف سونج بيزين الشجرة اللي قدام البيت علشان يحتفل بعيد الميلاد المجيد. بيبص على البريد فبيلاقي رسالة من اللي كان ساكن قبل منه في البيت، واللي بتكون كيم بتحييه بعيد الميلاد المجيد وبتتمنى له سنة سعيدة. بتعرفه في رسالتها انها كانت ساكنة قبل منه في البيت وبتطلب منه خدمة، وهي ان لو في حد بعت لها رسالة يبعتها لها على عنوانها اللي كتبته في اخر رسالتها ليه. وبتوضح له كمان في الرسالة ان في علامة في البيت لأقدام حيوان، وبتعرفه انها ما حاولتش تشيلها من مكانها، وبتقول له انه هيعتدي على علامة أقدام الحيوان اللي في البيت. سونج بعد ما بيقرا الرسالة بيدخل للبيت وبيرمي الرسالة على الترابيزة وما بيكونش مهتم باللي اتكتب في الرسالة. بترجع كيم لشقتها وبتبقى مستنية حد يتصل بيها، ولكن اليوم بيعدي من غير ما يجيلها المكالمة. بتكون جنب منها على الكومودينو صورة ليها هي وحبيبها، فبتبارك له على عيد الميلاد وبتتمنى له سنة جديدة وسعيدة. تاني يوم بتروح كيم للبيت اللي على البحر وبتشوف صندوق البريد بنفسها، بس للأسف مش بتلاقي أي رسالة موجودة. بيرجع سونج للبيت وبيلاقي كلب موجود هناك وما بيكونش ليه صاحب، فبيقرر انه يربيه. بيوصل 2 من اصحابه بيودعوه قبل ما يسافروا خارج البلد للدراسة. في الليل بنلاقيه بيستعمل مادة تلوين بيلون بيها صندوق خشب، وبتقع علبة التلوين على الأرض والكلب بيدوس عليها برجليه وبيدخل للبيت. ولما هو بيدخل البيت ورا الكلب بيلاقي آثار أقدامه معلمة على الأرض، فبيرجع للرسالة اللي كيم كانت كاتباها من تاني، وبيكون مستغرب جدا من آخر سطرين في الرسالة لأن قبل كده ما كانش فيه آثار لأقدام حيوان على باب البيت. كيم بتروح تاني للبيت اللي قصاد البحر وبتشوف البريد، فبتلاقي رسالة من سونج بيكون كاتب فيها انه اول ساكن عاش في البيت اللي قصاد البحر، وبيقول لها ان اكيد رسالتها وصلته بالغلط لانه عارف انها مستنيه رساله مهمه توصل لها، وبيطلب منها تكتب العنوان صح لان ممكن رسالتها جت على بيته بالغلط. وبيكتب اسمه على الرساله، وبنعرف ان السنه اللي كتب فيها الرساله في اخر شهر 12 لسنه 1997. كيم مش بتسكت على اللي بيحصل وبتكتب رساله لسونج بتطلب منه ما يستهونش بكلامها وما يحاولش يخدعها لانها متاكده انها اول واحده كانت عايشه في البيت اللي على البحر. بتكتب اسمها على الرساله وتاريخ الرساله اللي كتبتها بيكون في شهر 12 لسنة 1999. بعدها بأيام مع بداية السنة الجديدة سونج بيبعت رسالة لكيم على عنوانها الجديد بيعرفها إن رسائلها طول الوقت بتكون موجودة في صندوق بريده، وبيقول لها كمان إنه مش بيضحك عليها. وتاريخ الرسالة بيكون مع بداية شهر 1 لسنة 1998. كيم ما بتكونش فاهمة اللي بيحصل وبتفتح ألبوم الصور بتاعها مع حبيبها، فبتلاقي صورة متصوراها معاه في شهر 1 لسنة 1998. وقتها الدنيا بتكون مليانة بالتلج، فبنلاقيها بتبعت رسالة لسونج بتعرفه إن يوم 9/1 سنة 1998 الدنيا هتشتي والتلج هيملى المكان، وبتطلب منه ان يخلي باله لو عايش في الوقت ده لان هيكون في فيروس قوي جدا بسبب المطر. بنرجع لسونج وبيكون مستغرب جدا ان كل الكلام اللي كيم كتبته حصل فعلا. بيبعت لها رساله بيعرفها ان كل كلامها حصل فعلا، وبيوضح لها انها ممكن تكون روحانيه وعندها تنبؤ باللي حصل، بس ما بيكونش مصدق انها عايشه في المستقبل. كيم بترد عليه برساله وبتعرفه انها في البدايه ما كانتش مصدقه انه عايش في الماضي، بس حاليا هي متاكده من انه صادق ومش بيكذب. وبتوضح له ان هي كمان مش بتكذب عليه وانها عايشه في المستقبل. بتبعت له العنوان اللي عايشه فيه حاليا، فبيروح لهناك وبيلاقي العماره اللي كتبت عنوانها لسه تحت الانشاء وقدامها سنتين لحد ما تتشطب. بيرجع سونج البيت وبيكتب رساله لكيم بيسالها عن الكلب كولا، فبتجاوبه برساله وبتقول له ان الكلب ملكه لانه اول واحد يشوفه، وبتعرفه انها لقيته بيحوم حوالين البيت واخدته يتربى معاها. والكلب بيكون موجود منه نسختين، نسخه مع كيم ونسخه تانية مع سونج. سونج بيعرفها ان مستحيل الكلب الواحد يكون في مكانين مختلفين
واقفين في نفس الوقت، وبيعرفها انه متأكد ان الكلب عايش معاه. وقتها كيم ما بتكونش عارفة ترد عليه لان هي كمان متأكدة ان الكلب عايش معاها في نفس الشقة. بتوصل كيم عند البيت اللي على البحر وبتقف قدام صندوق البريد وبتحط جواه توكة الشعر بتاعتها. بننتقل لسونج بيخرج من البيت وبيقف عند صندوق البريد وبيفتحه، فبيلاقي جواه توكة الشعر وبياخدها. في نفس الوقت ده بتفتح كيم صندوق البريد من تاني بس مش بتلاقي التوكة، فبيكتشفوا هما الاتنين ان صندوق البريد بيربط ما بين الماضي والمستقبل مع بعض. بعدها كيم بيجيلها رسالة عن طريق البريد الخاص بيها وبتعرف ان حبيبها اللي بتدور عليه عايش في امريكا واتجوز هناك. ووقتها بنلاقي كيم متضايقة جدا لانها فضلت وقت طويل مستنياه، بس من وقتها وهي قررت تنساه تماما وتعيش حياتها بصورة طبيعية. سونج بيبعت لكيم رسالة وبيعرفها انه بيحب يطبخ وبيعلمها طريقة عمل المكرونة، وكيم بتعرفه قصتها الرومانسية مع حبيبها اللي خانها واتجوز من واحدة تانية. وقتها كيم بيقول لها ان الافضل ان الواحد يحب ويخسر احسن بكتير من انه ما يحبش خالص، وبيتمنى لها انها تكون افضل وحياتها احسن من قبل كده. بعدها كيم بتعرف سونج انها في شهر فبراير سنة 98 كانت قاعدة على محطة المترو، كان معاها شريط تسجيل بتستعمله للتدريب على الدوبلاج، وبتعرفه تفاصيل المكان اللي بتحب تقعد فيه لحد ما المترو يوصل. فبيروح سونج للمكان في نفس الوقت وبيشوف كيم، بس قبل ما يقابلها بتكون ركبت المترو لانه بدأ يتحرك وبتنسى المسجل بتاعها، وبياخد سونج المسجل وبيخليه معاه وبيسمع من خلاله صوت كيم وهي بتتدرب عليه على الدوبلاج. سونج بيبعت لكيم المسجل عن طريق البريد وبيسجل صوته في نهاية شريط الصوت علشان كيم تسمعه. وقتها بتكون مبسوطة وفرحانة. بعدها بنلاقي كيم بتبعت لسونج هديتين، الاولى عبارة عن سمكة في كيس مية علشان يربيها في حوض السمك، والتانية سماعات للودن علشان يحموه من البرد. وسونج بيكون في قمة سعادته بالسماعات. من ناحية تانية بنعرف ان سونج عنده مشاكل مع والده، وبسبب المشاكل هو قرر يعيش في مكان بعيد لوحده. سونج بيطلب من كيم خدمة وهي انها تروح للمكان اللي والده شغال فيه وتشوفه هل لسه عايش في سنة 2000 ولا بيكون مات. بتروح كيم للمكان وبعد ما بتخرج منه بتجري بسرعة علشان تبعت لسونج رسالة وتجاوب على سؤاله، ولكن وهي في الطريق بتعمل حادثة ومش بتقدر تبعت الرسالة لسونج. بننتقل لسونج وبيعرف ان والده مات في نفس اليوم، فبيحضر العزا بتاعه. ما بيكونش فاهم مشاعره كويس لانه بيكون محايد، لا هو عارف يكره والده ولا عارف يحبه. بترجع كيم للبيت وبتكون مش مصابة بشكل كبير، وبنلاقيها بتبعت لسونج كتاب لوالده وكان بيحكي فيه عن ذكرياته وحياته الشخصية لانه بيكون طبيب مشهور جدا، والكتاب بيكون كتبه سنة 1998 قبل ما يموت بكام شهر. سونج بيستلم الكتاب ومن ضمن الصور اللي موجودة جواه بيلاقي صورة ليه هو ووالده لما كان طفل. وقتها سونج بيكون متأثر جدا بالكتاب لدرجة انه بيحس بالذنب ان الحياة خلت فيه مسافات ما بينه وبين والده. كيم بتتمنى ان سونج بيعيش في هدوء وراحة نفسية، وبتعرفه ان الحب ممكن يجيلنا من مصادر مختلفة. بعدها بنلاقي سونج بيتأثر جدا بموت والده لدرجة ان حبه ليه بيزيد من بعد ما مات. بيروح سونج لصندوق البريد بس مش بيلاقي رسائل وصلته من كيم. في يوم من الايام بيوصل سونج لمحطة المترو، وهناك بيشوف كيم كانت قاعدة مستنية المترو. بيحاول يتكلم معاها بس ما تكون مشغولة وبتكتب حاجات في الكراسة بتاعتها. سونج بيبعت لها رسالة عن طريق البريد بيعرفها انه شافها في محطة المترو لانها بقالها فترة طويلة مش بتبعت له رسائل. بعدها بتوصل كيم عند صندوق البريد وبتلاقي سونج سايب لها هدية بتبقى عبارة عن جوانتي، لانها لما كانت في محطة المترو شافها وهي عاوزة تشتري الجوانتي بس ركبت المترو بسرعة قبل ما يتحرك ونسيت تشتري الجوانتي. كيم بتقترح على سونج حاجة تكسر الملل اللي عايش فيه وبتطلب منه يجري في الشارع لحد ما يوصل للملاهي ويقضي اليوم هناك. وقتها بنلاقي سونج وكيم موجودين سوا في الملاهي وبيعملوا نفس الحاجات بس كل واحد في زمن مختلف عن التاني، وكل واحد فيهم بيكون مبسوط جدا. بعدها بيجي الدور على سونج فبيقترح على كيم انها تشاركه الحاجات اللي بتبسطه، وبيطلب منها تركب الاتوبيس وتنزل في محطة معينة ومنها تروح لملهى ليلي تقضي السهرة هناك. وبنلاقيهم هما الاتنين بيعملوا نفس الحاجات في نفس التوقيت بس كل واحد فيهم في زمن مختلف. ولما بتوصل للملهى الليلي بتلاقي سونج سايب لها رسالة على نفس الترابيزة اللي كان قاعد عليها، وبيعرفها انه اشترى ازازة نبيذ وطلب انها تتفتح لشخص معين سنة 2000، وبتلاقي الازازة مكتوبة باسمها. في نهاية اليوم سونج بيكون فرحان جدا ان هو وكيم اشتركوا سوا في بعض التفاصيل الجميلة من حياتهم. كيم بتعرفه انها اتبسطت باليوم بس في نهايته كانت زعلانة علشان حست انها لوحدها، وسونج بيتمنى انه يقابلها في يوم من الايام بشكل متزامن ويعيشوا سوا في الحاضر. كيم بتبعت له وبتطلب منه يقابلها في جزيرة شيجو، وبتقوله انها هتكون موجودة هناك كمان اسبوع، وبتشرح له انه قدامه سنتين علشان يقدر يتزامن معاها في حين انها بيكون فاضل لها اسبوع واحد. سونج بيفضل يفكر مع نفسه ازاي يقدر يظبط المعادلة الصعبة دي علشان يشوف كيم. بتوصل كيم للمكان اللي عنده المحيط وبتفضل مستنية سونج بس هو مش بيوصل. كيم بتبعت له رسالة بتعرفه فيها انها فضلت تستناه لفترة طويلة بس هو ما جاش، وبتقوله انها عارفة ان الموضوع صعب ومستحيل ولو حصل ممكن ينتهي بكارثة حقيقية، وبنلاقيها تستسلم للقدر. سونج بيبعت لها رسالة وبيعرفها انه يستحيل كان
ينسى ميعاد مهم زي مقابلتها، وبيعرفها انه راح للمكان بس للاسف التزامن ما بين الزمنين صعب يحصل ما بينهم. بعدها السمكه بتاعت كيم بتموت وبتكون زعلانه علشان السمكه ماتت، وفي نفس الوقت بتبقى زعلانه برضو علشان ما قدرتش تقابل سونج. بعدها بتستمر كيم في حياتها وشغلها في الدوبلاج، وكانت بتتغدى في مطعم قريب من شغلها، وفجأة شافت حبيبها القديم وكان قاعد مع حبيبته الجديده، فبتاخد بعضها وبتمشي من المكان بسرعه. بترجع البيت وهي زعلانه ومكتئبه جدا، فبتفتح درج مكتبها وبتطلع صورتها مع حبيبها القديم وبتفتكر ذكرياتها معاه. بتبعت جواب لسونج بتعرفه انها كانت فاكره انها نسيت حبيبها القديم، بس لما شافته وسمعت صوته في المطعم افتكرت كل حاجه كانت ما بينهم من جديد، وبتكون مش قادره تنساه، فبتطلب من يونج انه يساعدها علشان ترجع له من تاني. سونج لما بيقرا الرساله بيكون زعلان جدا وبيفضل يشرب كتير. بعدها بيروح لمحطه المترو يستنى كيم هناك على امل انه ممكن يتواصل معاها في الوقت بتاعه. بيقعد على كرسي وبيكون جنب منه واحد مستني حد. بتظهر كيم من بعيد وبتبقى مبسوطه وبتقرب من سونج، فبنلاقي سونج هو كمان بيكون فرحان وبيتحرك في اتجاهها، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بنلاقي كيم بتعديه وبتروح تقعد جنب الشخص اللي كان قاعد جنب سونج، فبنعرف انه حبيبها الاولاني. سونج بيكون محرج من نفسه ومتضايق وبيحس انه كان مجرد شخص في حياة كيم بتفضفض معاه وبترتاح له مش اكتر ولا اقل. بتركب كيم المترو مع حبيبها وبتبص على سونج وبتحس انها تعرفه. سونج في اللحظة دي بيحس انه اتخان وكأن جردل مليان مية ونزل عليه مرة واحدة علشان يفوقه. بيرجع سونج للبيت وبيكون في حالة اكتئاب وحزن وملل، وبيعيش على ذكرياته مع كيم اللي عمره ما بيكون قابلها في الحاضر ولا مرة، وكل ما قابلاته ليها كانت في الماضي بتاعها. فبنلاقيه بينور شجرة عيد الميلاد لان كيم بتكون مبسوطة لما بيقرا رسائلها عند شجرة عيد الميلاد. كيم بتقابل حبيبها القديم وبيتأسف لها انه سابها وهرب، وبيعرفها انه كان مجبر انه يروح لامريكا ويتجوز هناك. وقتها كيم بتقرر انها تبعد عنه تماما ومتفكرش فيه تاني. بتكون في البيت والكلب بتاعها بيبقى معاه رسالة من ضمن الرسائل اللي كانت بتكتبها لسونج وبترميها، فبتقرا الرسالة اللي كانت كاتباها وبتلاقي انها كانت طالبة منه يساعدها انها ترجع لحبيبها القديم. وقتها كيم بتحمد ربنا انها ما رجعتش لحبيبها القديم لانه ما يستحقش تعيش معاه. بتوصل كيم البريد وبتبص عليه بس مش بتلاقي فيه اي رسالة لسونج لانه بيكون امتنع عن كتابة الرسائل ليها من اخر مرة شافها في المترو مع حبيبها الاولاني. وفجأة بتلاقي شجرة الميلاد بتنور. بترجع للبريد فبتلاقي رسالة من سونج بيعرفها انه قرر يساعدها وبيقول لها ان معرفتها كان فيها خير ليه، وبيتمنى لها سعادة ابدية زي ما هي بتتمنى له حياة سعيدة. في اللحظة دي بنشوف الحب الغير مشروط في ابهى صوره، وسونج بيفوق من الحالة اللي عايش فيها علشان يقدر يعيش في ارض الواقع. وبنلاقي البحر بيحاوط بيته من كل اتجاه وبيحط السمكة اللي كيم بعتتها له في البحر. وقتها بنعرف ان سونج قرر يساعد كيم من خلال انه يمنع حبيبها يسافر من سنتين لامريكا. وقتها كيم بيقرر يساعدها وبيودعها لانه بعدها مش هيتواصل معاها مرة تانية. بتروح كيم لقسم الانشاءات اللي سونج كان شغال فيه، وهناك بتلاقي لوحة على الحيطة للبيت اللي كيم كانت عاوزة تعيش فيه، وبتعرف من الموظفين ان سونج رسم اللوحة دي علشان خاطر حبيبته اللي حبها عمره كله. بتخرج كيم من المكان وهي في قمة الانهيار لانها اكتشفت ان الموضوع بالنسبة لسونج ما كانش مجرد رسائل بيبعتها لها، وانما الموضوع اتطور معاه لدرجة انه حبها بجد. وكمان بتفتكر ذكرياتها اليوم اللي حبيبها سافر فيه وشافت ان اليوم ده حصل فيه حادثة كبيرة قدام عينيها. بتوصل كيم لصندوق البريد وبتحط جواه رسالة لسونج وبتطلب منه ما يروحش للمكان اللي قابلت فيه حبيبها قبل ما يسافر. سونج بيوصل للمكان علشان يمنع حبيب كيم من السفر، ولما بيقرب من الكافيه بنلاقي عربية خبطته وعمل حادثة وبيفقد سونج الوعي. وكيم بتكون منهارة عند صندوق البريد لانها بتكون فاكرة انه مات بسببها. بنرجع بالزمن لسنة 1999 وبنشوف كيم لما كانت موجودة في البيت اللي على البحر قبل ما تعزل، وبيظهر سونج من جديد وبيكون لسه عايش ولكن اختفى لمدة سنتين. فبيتعرف على كيم لانها في الوقت ده ما بتكونش عارفاه، وبيطلب منها انه يحكي لها عن حكاية مهمة في حياته، وبيتجمعوا من تاني سوا بس بشكل متزامن. وقتها كيم اول ما بتشوفه بتحس انها تعرفه من زمان وبتستريح له. ودي بتكون نهاية فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم وشكرا على المتابعة.